انا عايز اعرف الويب سايت بتاعي فيه مشكله في الاندكسنج ولا لا. اول حاجه هعملها هي ان انا هستخدم حاجه اسمها جوجل سيرش اوبريتورز. جوجل سيرش اوبريتورز دي يمكن اغلبكم عارفينها، بس مش عارف هي اسمها ايه. اللي هي من ضمنهم الحاجات، يعني من اشهرهم الاوبريتور اللي هو اسمه سايت، اللي احنا بنيجي قبل الدومين نيم نكتب كلمه سايت نقطتين، ونحط الدومين نيم بعدها وندوس انتر. ده وظيفته ايه؟ انت هنا بتقول لجوجل والله انا عايز اشوف اللينكات اللي انت عامل لها اندكس للموقع الجميل ده. انا ليه ممكن اعمل كده؟ ليه ممكن اعمل كده؟ علشان انا عايز اشوف جوجل واصل لايه من الويب سايت بتاعي واعمل له اندكس ولا لا. هل دي الطريقة الوحيدة؟ لا، مش دي الطريقة الوحيدة. وانا ارشح الطريقة دي، بس ما تعتمدش عليها بنسبة 100%. ليه؟ لانه مش دايما اللينكات اللي هتطلع لك على جوجل سيرش هي كل اللينكات اللي جوجل عامل لها اندكس. وبالتالي انا لازم اكون رابط الويب سايت بتاعي بجوجل سيرش كونسول، وادخل وقتها على السيرش او الاندكس ريبورت. يعني لو انتوا فتحتوا جوجل سيرش كونسول، واغلبكم اكيد عارفين الكلام ده، ورحتوا على الاندكسنج او البيجز، هتلاقوا هنا في تو تابس، حاجه اسمها النوت اندكسد وحاجه اسمها الاندكسد. لو انتوا جيتوا بقى من هنا اخترتوا التاب اللي هي الفيو داتا اباوت اندكسد بيجز، ده هيجيب لك كل اللينكات اللي جوجل عامل لها اندكس وحاططها عنده. تقدر تفلتر الكلام ده باخر مره جوجل عمل كرولينج للصفحه، ايه الصفحات اللي جوجل عمل لها كرولينج، ايه الصفحات اللي جوجل عمل لها اندكسنج. لو في اي مشاكل في الويب سايت تقدر ترجع لها من التاب الجميله دي اللي هي بتاعه الاندكسنج. هتلاقي دايما جوجل حاطط لك شويه آم، خلينا نقول recommendations او warnings لو في عندك مشكله في اي حاجه، وبالتالي بناء عليها انت بتبقى عارف هل انا عندي مشكله في الاندكسنج ولا ما عنديش مشكله في الاندكسنج. الكرولينج احنا اوريدي اتكلمنا عليه. نرجع تاني للاوبريتور بتاع السايت. وظيفته زي ما قلنا ان هو يطلع لي اللينكات اللي معمول لها اندكس. فانا ببدا ابص اشوف جوجل عامل اندكسنج لايه. ليتس سي مثلا ان انا لقيت ويب سايت زي الويب سايت ده. الويب سايت ده وظيفته ان هو بيعمل بيبني لك سي في او سيره ذاتيه. لو بصينا هنا على اللينكات اللي هو عامل لها اندكس، هنلاقي ان الويب سايت ان جوجل عامله اندكسنج للصفحات بتاعه السي في اللي الناس بتبنيها جوه الويب سايت. هل ده المفروض لا يحصل؟ المفروض ده ما يحصلش. ليه؟ لان انا كده عندي اكسس على الداتا بتاعت كل الناس اللي سجلت وعملت سي في على الويب سايت، فدي كارثة. يعني دي حرفيا كارثة. ده حصل ليه؟ ده حصل باختصار لان انت كحد شغال في الاس اي او، بلاش انت، الشخص اللي بنى الويب سايت او المبرمج اللي عمل الويب سايت، ما حطش اي رول تمنع الكرولرز بتاعت جوجل او اي انجن ان هي ما تعملش اندكس للويب سايت. فبالتالي لما جوجل بيدخل على الويب سايت، بيدخل من لينك للتاني للتالت للرابع للخامس وهكذا زي ما احنا شرحنا في البداية. فبيلاقي لينكات بتاعت السيفيهات اللي هي معمولة بالشكل اللي احنا شفناه على السيرش ده. فبيفضل منها يروح للتاني والتالت والرابع. فبينتهي الحال بأن جوجل بقى عامل اندكسنج لكل السيفيهات اللي الناس كلها عملتها على الويب سايت ده. فأي شخص ببساطة لو عمل نفس اللي أنا عملته ده، هو قدر يوصل لكل السيفيهات بتاعت الناس دي. حل المشكلة دي إزاي؟ حل المشكلة دي باختصار هو من خلال ان انا اجي هنا كده. يعني لو احنا جينا بصينا هنا هنلاقي في حاجة اسمها روبوت ستاج. الروبوت ستاج دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تقول للكرولرز اعمل اندكس للصفحة دي وما تعملش اندكس للصفحة دي. بتبقى موجودة ازاي؟ بتبقى موجودة بالشكل ده. لو جينا بصينا على الكود، او خلينا نقول كده اندكس. لو جيت بصيت كده هنا في الدوكيومنتيشن اللي جوجل عاملاها بتتكلم فيها على الروبوت ستاج، هتلاقي ان هم شارحين انا في مثال بسيط هو ازاي ممكن يستخدمها علشان يندكس او ينو اندكس حاجه. فهتلاقي في حاجه اسمها ميتا نيم ايكوال روبوتس. انت بتقول هنا لاي روبوت اعمل نو اندكس. فده معناه ايه؟ معناه ان اي روبوت هيدخل على الصفحه دي اعمل لها افتح نو اندكس. الشفاط يا فلان، افتح الشفاط. انا هميوت بس اوكي، ماشي. أم... ميوت لنفسي، اوكي ماشي. انت كده سامعني صح؟ انا عملت انا ميوت عملت اول. ميوت اللي كان فاتح. اوكي ماشي. فبالتالي احنا بنقول للروبوتس ايا كان الروبوت ده ايه، يا استاذ روبوت لما تدخل على الصفحه الجميله دي ما تعملهاش اندكس. في الحالة اللي احنا بصينا عليها في الويب سايت ده، لو احنا جينا بصينا هنا على الكود بتاعه، هنلاقي ان هنا مفيش اي روبوت ستاج. يعني حتى انا لو عملت فيو سورس للصفحة دي وجيت بصيت كده في روبوتس، مش هنلاقي اصلا ان البتاع ده موجود او الكود اللي احنا بصينا عليه بالشكل ده موجود. مفيش نو اندكس.
مفيش حتى اندكس، يعني هو مش حاطط اي روبوت ستاك، فبالتالي لما الكرولرز بتدخل على الصفحه دي بتعمل لها اندكس. طب دي مشكله ليه؟ اولا لان انت عرضت بيانات ناس كتير عندك بتستخدم الويب سايت، لان هي بقت افيلبل لاي حد ممكن يوصل لها بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه. ثانيا انت بقى عندك عدد صفحات مهول جدا جدا عامل له اندكس، وده مش هينفعك، بالعكس ده هيضرك. ليه؟ لانه كل ما بقى عندك عدد صفحات جوجل عامل لها اندكس مش بتدخل لك ترافيك، او ما فيهاش كونتنت كتير، او بيطلق عليها ثين كونتنت، كل ما ده اثر بالسلب على الويب سايت بتاعك.